أهلا وسهلا بيكم في زويزون، حلقة جديدة حصرية. حلقة النهاردة من وحي أرقام المشاهدة والاستماع. لقيت إن معظم متابعينا بنات، فأنا قلت أعمل حلقة ليهم نوعا ما، لأن عادة النهاردة منتشرة أكتر بين بنات حوا. بس ده ما يمنعش إن الولاد محتاجين برضو يسمعوا الحلقة، لأنها ممكن تفيدهم عن أحد أهم نشاطات البنات الغامضة بالنسبة لهم، وهي التسوق. لو انت مش فاهم انت ليه بتقعد بالساعات في المول لما بيكون معاك بنت، فحلقة النهاردة هتساعدك. التسوق زي ما احنا عارفين هو عملية اقتناء السلع أو الخدمات بمقابل مادي. التسوق ده ممكن يبقى ضروري أو ترفيهي، وممكن يكون مدروس أو عفوي، زي انك مثلا لقيت حاجة عجبتك وانت رايح تعمل حاجة تانية ملهاش علاقة بموضوع التسوق واشتريتها. التسوق أو الشراء بيأثر على الحالة المزاجية والنفسية بطرق مختلفة، سواء بطرق إيجابية أو سلبية، وده حسب نوع وكمية وجودة وسبب الشراء. بشكل عام ممكن نلاقي إن التأثير الإيجابي للشراء على الحالة المزاجية والنفسية في حالات معينة، زي مثلا إنك تشتري لتلبية حاجة أو رغبة مشروعة، تشتري أكل مثلا أو شقة تسكن فيها، أو إنك تشتري لتحسين الذات، زي إنك تشتري كتاب أو تشتركي في كورس أو دورة تعليمية. ممكن كمان لتحسين الصورة الذاتية أو المظهر الخارجي، فبقى نشتري منتجات عناية بالبشرة والشعر والميك اب، أو إنك تشتري لزيادة الانتماء أو التقدير الاجتماعي، نجيب بقى هدايا لأصحابنا أو نعزم مكتب الشغل على الغدا مثلا. وآخر حاجة إنك تشتري حاجات لزيادة المتعة أو التسلية، زي إنك تشتري تذكرة سينما أو لعبة أو تذكرة سفر. في الحالات دي ممكن إن الشراء يزود من سعادتك ورضاكي عن حياتك، ويزيد من قدرتك على تحقيق أهدافك ويحل مشاكلك اليومية. لأننا لو ركزنا في الحالات دي هنلاقي إن كلها تلبية لاحتياجات الإنسان الأساسية. الإنسان محتاج إنه ياكل ويشرب ويلاقي مكان يسكن فيه، ويبقى كمان عنده علاقات اجتماعية ويكون راضي عن نفسه ومظهره، وإن حياته ما تبقاش شغل بس، لأ كمان في وقت للراحة والترفيه عن النفس. في الحالة دي بس ممكن تبقى الفلوس بتشتري السعادة، عشان ساعتها هتبقى راحت في الاتجاه الصحيح. طبعا لو الحلقة انتهت كده يبقى أنا ضحكت عليكم، لأن أنا كده عرضت جزء واحد بس، وهو الجزء المشرق للتسوق. وعلى فكرة ده اللي كل الشركات اللي بتعرض سلع بتتكلم عنه. أصلا من مبادئ التسويق إنك ما تكونش بتسوق لمنتج على إنه سلعة استهلاكية عادية، لأ، أنت بتقدم للمستهلك حل لمشكلة، وفي اللي بيحاولوا يوصلوا للمستهلك إنه المنتج ده معجزة هيحل كل مشاكل حياتك حرفيا، زي موضوع الكركمين كده اللي كان ناقص يتقال إنه يقدر يحل أزمة الحرب في أوكرانيا. لكن ده مش حقيقي. الشراء مش كفاية عشان نحل مشاكل الكوكب، لأن أكيد في حاجات الفلوس مش بتشتريها وما تقدرش تحل مشكلتها، بس في ناس لسه بتحاول برضو تحل مشاكلها بالطريقة دي. أولهم الناس اللي بتعاني من الشراء القهري، وده اضطراب نفسي وللأسف منتشر عند ناس كتير، وتلاقي المجتمع بيقول عليهم ده إيدهم مخرومة، بس مش بياخدوا بالهم إنها مشكلة نفسية أكتر من إنها مادية. هم بيشتروا حاجات ملهاش لازمة ومش هيحتاجوها في حياتهم، بس ده مش لأنهم مش عارفين قيمة الفلوس، لأ، هم شايفين قيمة تانية للفلوس، شايفينها وسيلة لتحسين مزاجهم أو تخفيف شعورهم بالحزن أو القلق أو الضغط. لكن في الحقيقة السلوك ده بيولد مشاعر سلبية تانية، زي الإحساس بالذنب والإحراج، ده غير الديون والمشاكل المادية اللي بتقابلهم. برضو في حاجة تانية وهي التأثير المجتمعي، وده بيحصل لما بيتأثر سلوك المشتري بآراء وانتظار وضغوط الناس اللي حواليه، زي إنك تلاقي الناس كلها بتتكلم مثلا عن بلاي ستيشن 5 وإزاي جامد وما ينفعش يتفوت، فأنت تبقى عايز تشتريه وأنت ممكن تكون أصلا مش جيمر أو بتلعب كل فين وفين وفعلا مش محتاجه. أو إنك تلاقي الناس اللي حواليكي في مكان الشغل كلهم معاهم آيفون وإنتي لأ، فتروحي تجيبيه عشان تبقي زيهم
كام حد أصلا نعرفه اشترى آيفون وهو بعيد عن ميزانيته، بس اشتراه وقاعد يسدد في أقساطه. التأثير المجتمعي بيخلينا نشتري حاجات لإرضاء الآخرين، أو إننا نجاريهم، أو نبين إن إحنا عندنا ثروة، أو إن إحنا ذوقنا عالي بناء على اعتقاد الناس الآخرين. لكن ده ممكن يخلي إن الواحد يحس بعدم ارتياح، أو إنه مش متسق مع ذاته، لأنك بتقدم صورة غير حقيقتك. وفي أحيان كتيرة اللي انت اشتريتيه ده مش هيعملك مركز، ومش هتبقي انت الواو يعني، لأنه بالنسبة للناس اللي انتوا بتحاولوا تحصلوا على رضاهم ده العادي بتاعهم، بس انتوا اللي مش في نفس مستواهم المادي. طب ازاي نتغلب على المشكلة دي ونخرج من الفخ ده اللي العالم الاستهلاكي اللي احنا فيه بيزقنا جواه؟ في طرق للتغلب على المشكلة دي والتحكم في أسلوب الإنفاق بتاعنا. أول حاجة، اعرف أسباب شراء. أهم حاجة لحل أي مشكلة إننا نعرف سببها. حاولي تلاحظي إمتى وليه بتشتري. هل بتعملي ده لما بتكوني زهقانة أو متوترة أو متضايقة؟ هل أنت بتشتري لإسعاد نفسك أو مكافأة نفسك؟ ولا بتحاول تخبي شعور بالنقص أو عدم الثقة؟ تاني حاجة، ندور على بدائل صحية بدل من الشراء. حاولي إنك تلاقي طريقة تانية تحسني بيها حالتك المزاجية وتتعاملي مع المشاعر السلبية، زي ممارسة الرياضة أو التأمل، أو اتكلمي مع أصحابك، اقري كتاب، اتفرجي على فيلم، أو حتى تسمعي بودكاست، خصوصا البودكاست بتاعنا. الأنشطة دي كلها هتساعدك على إطلاق هرمونات السعادة في المخ بدون أي عواقب سلبية. تالت حاجة، ظبطي ميزانيتك. حددي مبلغ معين ممكن تصرفيه كل شهر على الحاجات اللي انتي محتاجاها، واحتفظي بسجل للمصروفات والتزمي بيه. وخلي عندك قائمة كده للحاجات اللي انتي محتاجاها وقائمة للحاجات اللي نفسك فيها، ولازم يا جماعة نكون عارفين الفرق ما بينهم، لأن ده هيساعدنا نحدد أولوياتنا. يعني احنا محتاجين مثلا كل شهر ان احنا نجيب أكل، بس نفسنا نشتري مكان قهوة، فأنا لما هاجي هشتري الأكل الأول، ولو في فلوس زيادة ممكن أبقى أشتري مكان القهوة، أو أحوش الفلوس دي عشان أشتريها بعدين. ونبعد عن بطاقات الائتمان ونخليها للطوارئ القصوى، نستخدم الكاش أو البطاقات مسبقة الدفع. خامس حاجة، اطلبي المساعدة. لو حسيتي إنك مش قادرة تتغلبي على المشكلة لوحدك، ما تتكسفيش إنك تطلبي المساعدة من شخص موثوق فيه، من عيلتك أو صحابك. وده ما يمنعش برضو إن لو الواحد محتاج يروح لمستشار أو طبيب نفسي، الناس دي ممكن تقدم لك الدعم والتفهم والنصيحة. ولو خلاص نفسك تشتري قوي ومش قادرة تمسكي نفسك، ممكن تعتمدي على الويندو شوبينج. ده ممكن يعوض الحاجة للشراء في بعض الحالات. الويندو شوبينج ده إنك تروحي تتفرجي على الحاجة بس ما تشتريهاش، اللي هو خد فكرة واشتري بكرة. ده هيساعدك إنك يبقى عندك فكرة عن الأسعار في السوق والاختلاف اللي ما بين مكان والتاني، وده ممكن يحسن برضو من حالتك المزاجية والنفسية، لأن هيبقى عندك شعور بالسيطرة. أنا بقيم وبقارن بس ما فيش ضغوطات. وممكن كمان تكتشفي منتجات جديدة، ولو انتي متعودة انك تخرجي مع أصحابك تشتروا حاجات، ده مش هيمنعك انك تخرجي معاهم، بس المرة دي بدل ما تشتري معاهم هتساعديهم في اختيارات. بس يا جماعة خلوا بالكم، لو بتعانوا من الشراء القهري أو لسه مش مسيطرين على رغبة الشراء جواكم، بلاش تعملوا الحركة دي، لأنها مش هتساعدكم وممكن حالتكم تنتكس. الفلوس مش بتشتري كل حاجة. على رأي خلف الدهشوري خلف: ياما الناس لابسة نضيف ولكن قليلة الرباية. الفلوس وسيلة، لكن لازم نبقى فاهمين كويس احنا بنستخدمها في ايه وليه. احنا قربنا من نهاية الموسم الأول، يا ريت تعرفونا ايه أكتر حلقة حبيتوها وكانت مفيدة بالنسبة ليكم. هتلاقوا الكومنتات تحت فيها كل اللينكات لصفحات السوشيال ميديا بتاعتنا، ونتقابل على خير الحلقة الجاية.